بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا النهارده هنتوقع التشكيل اللي هيبدا به الكابتن حسام حسن بكره في مباراه اثيوبيا. باذن الله التوفيق للمنتخب الوطني، وتعالوا مع بعض نتوقع التشكيل. طبعا في حراسه المرمى هيبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى. قدامه هيبقى في الباك اليمين محمد هاني. جنب محمد هاني هيبدا، انا من وجهه نظري، يبدا بحسام عبد المجيد. جنب حسام عبد المجيد يبدا بعمرو الجزار. يبقى حسام عبد المجيد وعمرو الجزار. وفي الهاف الشمال او الباك الشمال يبدا بمحمد حمدي مكان احمد نبيل كوكا، يبقى يبدا بمحمد حمدي. يبقى في خط الدفاع محمد هاني، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، ويبدا بمحمد حمدي. قدامهم في نص الملعب يبدا قدامهم في نص الملعب حمدي فتحي ومهند لاشين واحمد السيد زيزو. يبقى عنده في نص الملعب حمدي فتحي، مهند لاشين، وقدامهم احمد السيد زيزو. في الباك او في الهاف اليمين طبعا محمد صلاح. في الهاف الشمال انا من وجهة نظري يبدا بابراهيم عادل في الهاف الشمال، وقدامهم مصطفى محمد. تعالوا مع بعض نراجع التشكيل. طبعا في حراسة المرمى زي ما قلنا محمد الشناوي. الباك اليمين محمد هاني، جنبيه حسام عبد المجيد وعمرو الجزار. وفي الباك الشمال محمد حمدي. قدامهم هيبقى مهند لاشين وحمدي فتحي، وقدامهم احمد السيد زيزو. في الهاف اليمين محمد صلاح، والهاف الشمال ابراهيم عادل، وقدامه هيبقى مصطفى محمد. انا ليه قلت احمد السيد زيزو يبدا قدام حمدي فتحي ومهند لاشين؟ عشان خاطر ان احمد السيد زيزو يبدا يميل على محمد صلاح ويبدا يخف الضغط على محمد صلاح، لان اكيد لاعيبه اثيوبيا بكره هتدي الضغط كله على محمد صلاح. فهو يبدا ان هو الضغط يقل على محمد صلاح في الجبهه اليمنى عشان خاطر ابو صلاح ياخد راحته. وقعوا معانا التشكيل في الكومنتات وقول رايك، بس اهم حاجه اعمل متابعه وشير عشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس.